يا صباح الورد والفل والخير والهنا وكل الحاجات الحلوة الجميلة. وحشتوني كتير كتير جدا. الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون مميز عن كل مرة لأنه مستضيفة النهاردة كوتش يمنى. كوتش يمنى دي مدربة تربوية وكمان مرشدة تغذية صحية. اللي لفت انتباهي في صفحة كوتش يمنى ان هي بتعمل ورش كتير جدا مجانية، يعني ممكن اي حد يخش ويستفاد منها. هندردش معاها شوية النهاردة عن الدايت، وهندردش كمان عن حاجات تانية مختلفة. المهم عشان ما اطولش عليكم يلا نبدأ الفيديو. انا يمنى مراد، وانا مدربة تربوية ومرشدة تغذية صحية، وانا مؤسسة الغصن الاخضر. الغصن الاخضر دي منصة اونلاين لكل حاجة تخص التربية وعلاقاتنا جوه الاسرة يعني. فانا اوفرول مع الفاميلي ومع التشايلد هود، كل ما يخص الفاميلي من كل اتجاهاتها يعني. ليه الغصن الاخضر وليه احكي لي ليه الصورة الباك جراوند اللي انت حطاها، جات لك الفكرة منين؟ الفكرة بتاعة الغصن الأخضر إنها زي أطفالنا كده، لما يكون الغصن الأخضر ده لسه عود صغير وطري، لو شكلته بأي شكل هياخد الشكل ده لسنين قدام. فكان عندي الكونكشن بين الغصن الأخضر والأطفال إن هم زي بعض بالظبط، زي ما هتشكلوا وهتساعدوا يتشكل في شكل جميل وشكل سليم، هو ده اللي هيكمل معاهم لسنين قدام. فحطيت فكرة الغصن الأخضر دي إن هي تكون بتعبر عن أولادنا وعن إن هم محتاجين نورتشمنت ومحتاجين توجيه عشان يطلعوا في الاتجاه الصح إن شاء الله. كنت أعرف إن أنت عندك خبرة في النيوتريشن، صح. كلميني عن الخبرة في الموضوع. والله النيوتريشن دي مسمعة معانا الحاجات ايوه دي. كل الناس عايزه تعرف عن النيوتريشن دلوقتي. اللي عايز يقلل وزنه، ايوه اللي عايز يزود وزنه، اللي مش عايز يغير وزنه خالص بس عايز يكون فيت وهيلثي. صح. فانا لقيت ان فكرة التغذية ما تنفعش تبقى الشخص معزول في فكرة ان انا هعمل دايت. التغذية الصح لازم تكون ان انا بغير اللايف ستايل كله، يبقى عندي لايف ستايل هيلثي، يكون عندي هيلثي هابتس، وتكون حاجة انا بعملها وانا مرتاح وانا مبسوط ان انا بعملها، مش حاسس بعبء ومكتئب انا عندي دايت الاسبوع ده وخلاص بقى انا مودي وحش سيبوني في حالي انا عامل دايت. ايه الفرق بين ان انا بحط لايف ستايل هيلثي واعرف اكل صح، اعمل اكلات لنفسي ولاولادي اعملها صح؟ فرق كبير قوي عن لما يكون حد واخد قرار يعمل دايت وحد واخد قرار انه هيعيش بلايف ستايل هيلثي ويبقى اختياراته كلها مبنية على ان انا عارف الصح من الغلط، عارف اللي هيخليني مبسوط على المدى الطويل واللي هيساعدني ان انا اوصل للنتيجة اللي انا عايزها وسستين النتيجة دي. ما تبقاش كده حاجة اسبوعين 3 وازهق منها واغير رأيي واسيب بقى الدايت واسيب كل حاجة عليها علاقة بفكرة الصحة وانها دي هيلثي او مش هيلثي، لان زهقت هسيبها وخلاص واغير رأيي. صح. انا في استراتيجيات مختلفة خالص عن فكرة ان انا مجرد اعمل دايت دي. انا بالنسبة لي وبالنسبة لخبرتي مع الناس اللي اشتغلت على سنين طويلة بتحاول مثلا توصل لجول معين في وزن معين وهكذا، انها ما بتنجحش على وقت طويل. ممكن تنجح في فترة قصيرة قوي ان هو نزل وزن جامد كتير، بس للأسف اللي بيخسر وزن على وقت طويل هو اللي بيقدر يكيبت ويسوستين انه يفضل عن النتائج الكويسة دي وقت طويل برضو. لكن اللي بيخسرها بسرعة في دايت سريع سهل جدا ان هو يكسب كل الوزن اللي خسره ده في وقت قصير جدا وبسرعة يرجع تاني لنقطة الصفر، وغالبا بيرجع باحساس معاه جيلتي ان هو فشل بعد كل مجهود اللي حطه. بس هي للاسف ما بتبقاش هي الخطة من الاول خطة صح. احنا عندنا استراتيجيات تانية بنمشي واحدة واحدة من غير ما احس ان انا مش بدايت، انا مش عايش في دايت. ما بنستعملش الكلمة دي تقريبا. احنا بنكرييت نيو هابتس، انا بتعلم اعمل عادات جديدة
بتعلم اختار وجباتي على مدار اليوم وعلى مدار الاسبوع بوجبات مشبعة جدا بالنسبة لي، وجبات بحبها، مفيش حاجة بتحرم منها ابدا. اي دايت فيه حرمان مش حقيقي، مش رياليستيك، لان دايما احنا بني ادمين، اي حاجة بحبها وهتحرمني منها هتيجي في يوم مزاجي وحش هاكلها خلاص. انا مثلا متضايق النهارده بقى ومش عايز احرم نفسي من حاجه، انا بحب الايس كريم كده وبيطبطب عليا، انا هاكل ايس كريم. هو من الاساس انا ضد فكره الحرمان. هو الحرمان ممكن يبوظ اي بلان محطوطه، فانا ما عنديش الحرمان ده، بالنسبه لي مرفوض تماما. كل حاجه بتبقى بتوازن، بياكل كل اللي هو عايزه، بس بنتعلم ناكله امتى. بنتعلم ممكن نفس الاكله اغير فيها حاجه بسيطه جدا اخليها برضو enjoyable، برضو لذيذه وطعمها حلو، بس خلت نفس الوجبه اللي بحبها خلتها more healthy. فهي it's about الاستراتيجي كلها، المايند سيت بتاعتنا تجاه الاكل لازم تبقى انه كل حاجه متاحه، كل اكل كويس. المهم اتعلم ايه الطريقه اللي انا بتعامل بيها مع الاكل. مفيش حاجه ممنوعه تماما، مفيش حاجه هحرم نفسي منها، بس يكون عندي دايما بيسموها توازن وبيسموها اكون مايندفول، يعني أيوة. باخد الخطوه وانا عارف انا بعملها ليه. هل جالك فعلا حالات وقعدت معاكي يعني عملوا نجاح وفضلوا مستمرين يعني لحد دلوقتي على الوزن المثالي، طريقه الاكل المثاليه، من غير ما يزهقوا او كده؟ الحقيقه حصل انه في كذا اسره اشتغلت معاهم بتبدا دايما انه مثلا كان الطفل متعلق بنوع معين من الاكل، تمام، والام شايفه انه انا عارفه ان الاكل ده مش صحي بس ابني بيشبط فيه، فانا عايزه ابني ما ياكلش الحاجات دي، بس في نفس الوقت مش قادره امنعه لان كل اللي حواليه بياكل منها وما ينفعش ابني يا عيني يكون محروم. فكانت دايما بتبدا من النقطه دي، ان احنا بنلاقي انه طب انت ليه اصلا شايفه ان الاكل ده ممنوع؟ في حاجات نقدر ناكلها والطفل ما يحسش ان هو مختلف عن اللي حواليه. بيكون بنعمل بس يعني بنتكلم مع الطفل وبنتكلم مع الام وبنعرفه ياخد اختياراته ازاي. فبعد وقت هي زي ما بتكون كده تمرين او تدريب. الطفل بيعمل كذا لعبه معايا، حتى لو السن الكبير، يعني كان في اطفال مثلا في سن الابتدائي او الاعدادي بيكون هو بعد كده يعرف يختار هياكل ايه، حتى لو الام مش معاه، هو مش مستني، خلاص مش مستني توجيه من حد. اختيارات الام او الاهل في البيت بتاثر على كل اللي عايشين مع بعض. صح. فمنهم الطفل الصغير ما ينفعش انا اكون في حاجه بدخلها البيت وبشتريها واحطها قدامه وارجع له لا يا حبيبي ما تاكلش منها، دي بتاعه الكبار بس. صح. او مثلا الام تحس ان هي مش عايزه تحرم ابنها من اي حاجه، كل حاجه بيشوفها بره، الشوكولاته والشيبسي الحاجات الكتير، فتفضل تشتري بكميات كبيره. لو انا حطيت له الحاجات دي قدامه لازم اديله المهاره انه يقدر يكنترول نفسه، انه ما تبقاش دي الاكله الاساسيه اللي هاكلها طول اليوم وطول الاسبوع. هيبقى عارف انها موجوده وبالنسبه له حاجه اوكي ممكن اخد واحده في اليوم. وطبعا في امهات ما بتصدقش في الاول، يعني في طفل هنحط قدامه الشوكولاته والحلويات والشيبسي ومش هياخد منها، اقول لها لان هو اتعود انه مفيش حرمان، اتعود ان دي حاجه موجوده اصلا، الممنوع مرغوب. فانا بالنسبه له الحاجات دي طول ما هي متاحه مش ممنوعه، هو هتلاقيه هو مش بيحارب عشان يوصل لها، لانه عارف اصلا ان هي موجوده، مش حاجه صح، مش حاجه نفسه فيها او نفسه فيها وانا قلت له لا. صح. فدايما بيكون الاتيتيود بتاعنا احنا ناحيه الاكل او ناحيه الحلويات حتى، انه يكون اتيتيود هيلثي وبوزيتيف اتيتيود، ما فيهوش احساس بالشيم او الجلت ان انا ايه ده انا اكلت تو ماتش شوكليت ولا اخدت شيبسي كتير. لا، كل الاتيتيود بتاعنا بيوصل لاولادنا وهو بيحس انه ايه ده، دي حاجه المفروض يعني اكلها كده في الخباثه، ولا كانه بيحس انه بيعمل حاجه غلط. فعلاقتنا بالاكل عشان تكون صحيه وما يكونش في
في احاسيس الجلد والشيم موجوده، احنا لازم احنا الكبار بنكون بالنسبه لهم رول موديل، انه دي حاجه عاديه باكلها كتير لكن هي سناك، ما تنفعش بديل للاكل الصح. تمام. لكن هي تفضل متاحه بالنسبه له. وده من هنا بنخلق نيو هابتس، ان الاولاد بيتعلموا ازاي ان دي حاجه موجوده. وحتى لو هو قدامه في المدرسه مع اصحابه هتلاقيه هو مش حاسس بحاجه ضغطه عليه ان هو هياكلها من وراكي مثلا، مش هيقول لك. كل التصرفات دي او البيهيفير ده بيكون بسبب ان الام مدياله دايما رساله ان دي سموم، اوعى تاكلها، اوعى تاكل كذا، دي مضره جدا بالصحه، دي هتبوظ لك جسمك. بس هو يلاقي كل اصحابه بياكلوها، فهيحس ان اوكي انا هعمل زي اصحابي بس هعملها من ورا بابا وماما عشان صح. ما يزعلش، لانه ما حصلهمش حاجه. قولي لي الحالات اللي انت تعاملتي معاها لحد دلوقتي. حالات ايه؟ اتعاملت مع توجيه سلوكيات، دعم تربوي للاهل والمدرسين كمان. كان في مدرس وهاو تديل مع الكلاس روم. تعاملت مع حالات اللي محتاجه تغير، بيسموها الفيجوال ايمج، يعني ازاي اثق في نفسي اكتر، السيلف استيم، انا شايف نفسي ازاي. اتعاملت مع العلاقات الإنسانية والعلاقات الزوجية، لما بيكون زي أي كابل طبيعي بينهم مشاكل بينهم، يعني غالبا بتبقى ميس كوميونيكيشن، فبنقرب من بعض أكتر، بنحسن لغة التواصل أكتر. في دعم مهم جدا للأسف أنا شايفاه مش واخد حقه في مصر. أنا بسميه الدعم لأم لأول مرة. الأم لما بتكون أم لأول مرة بتكون محتاسة في تفاصيل كتير جدا ما تعرفهاش، وإذا ما لقيتش الدعم ده والسبورت ده من اللي حواليها بمعلومات صح وتوجيه صح، للأسف بتبقى يعني مشاكلها بعد كده بتكبر، نوصل لنقطة اكتئاب ما بعد الولادة، نوصل لأم مش حابة تتعامل مع البيبي بتاعها خلاص، لأن هي أصلا دخلت في سايكل ان هي حاسه انه انا اتدبست في حاجه وكل حاجه بتتغير كبيرة. عليها. حاجه كبيره عليا، غيرت لي حياتي كلها، كل التفاصيل في يومها العادي اصبحت مختلفه، وهي مش عارفه تتعامل معاها ازاي. وما بتلاقيش ده في المجتمع الصغير بتاعها حواليها، بيكون مش سبورتيف خالص. ساعات بيكون العكس، انه بيحسسها انه لا انت في نعمه كبيره، قولي الحمد لله وكل حاجه تبقى زي الفل، لكن مش بياخد باله ان هي عندها مشكله محتاجه مساعده فيها. فانا الحقيقه دي من اقرب الحاجات لقلبي، اني اساعد اي ام بتكون ام لاول مره في حياتها ومحتاجه تعرف الصوره. حتى انا بفضل ده يحصل لما هي تعرف انها حامل، مش لازم استنى لما اولد وبعد كده احس انه كل تفاصيل الجديده عليا ومش عارفه اتعامل معاها ازاي. الاويرنس ده او الوعي، انها تبقى عارفه هتتصرف ازاي، يومها هيمشي ازاي، هترتب حياتها ازاي في وجود بيبي لازق فيها 24 ساعه. كمان في نوع تاني من الدعم اللي بحبه جدا، هو التوجيه للتغذيه الصحيه والهيلثي لايف ستايل، لانه بشوف انه تغيير نظرتي لنفسي والمايند سيت بتاعتي تجاه نفسي بتخليني اخد قرارات افضل. فانا هاكل ازاي، هقضي يوم ازاي، هصحى امتى وهنام امتى، وهرتب يوم ازاي، ان وقتي وحياتي ليها معنى بالنسبه لي، وعايز اعمل بيها احسن حاجه اقدر اعملها من غير ما اكون بضيع وقتي من غير ما اتشيف اي حاجه، من غير ما انجز اي حاجه. ودي طبعا ممكن تدخلنا في سايكل انه حد بيسموها losing motivation، وبعد كده ممكن نوصل ان هو depressed وهو مش عايز يصحى، ونايم طول الليل ونايم طول النهار وصاحي طول الليل ومش عايز interact حتى مع بشر. دي كلها بتبقى ممكن قبل ما نوصل للمرحله دي تبقى حاجه بسيطه جدا، ان انا اغير المايند سيت بتاعتي تجاه نفسي وتجاه اليوم، واشوف انا هقضي وقتي لما يكون عندي وقت زي الامهات في البيت. طب اولادنا في المدرسه بتقضي وقتها ازاي؟ فدي انا بسميها المايند سيت كوتشنج، ان انا يكون عندي نظره تفاؤليه وتخليني دايما مقبل على اليوم الجديد،
وعندي دايما يعني تفاؤل. انت عندك حاجة كده مبدأ قلتيلي عليه، يعني 5 minutes will change your life. ال 5 minutes strategy دي ان شاء الله هنتكلم فيها اكتر مع بعض في مرة جاية، لان هي بتأثر على حياتنا في كل المواضيع اللي ممكن تتخيلوها. قبل ما نختم الفيديو الجميل ده، طبعا القعدة بتاعتك ما يتشبعش منها، عايزة اقولك انا متحمسة جدا جدا للورك شوب بتاعك اللي انت هتعمليه. اوكي. الورك شوب بي ذا تشينج تقدر تساعد ناس كتير، زي حد طلع على المعاش وبقى عنده متسع من الوقت ومش عارف يعمل بيه ايه، ام او اولادها كبروا، هي ربت وتعبت وكانوا محور حياتها، وفجأة لقت ان هم كل واحد مشغول في حياته وهي اصبحت لوحدها تماما وبتدور على حاجة تملى بيها وقتها ومش لاقية. في تغييرات تانية كتير، زي حد ساب شغله، حد مر بظروف خسارة كبيرة في البورصة، حد مر بتغيير على يعني حتى لو سافر من بلد لبلد ومش عارف يتأقلم على المكان الجديد، ويلاقي لنفسه كوميونيتي جديد او سبورت جروب جديدة، مش عارف يعمل ده. اي تغيير في ظروفنا وحياتنا، بدل ما نحتاس فيها ونكتئب وندخل في ديبريشن ونبقى مش عارفين نطلع منه ازاي ونساعد نفسنا ازاي، بدل ما اكون قاعد مستني مساعدة تجيلي من بره في اي وضع انا عاجز تماما ومش عارف اخرج نفسي منه. فده الاساس بتاع الورك شوب، ان انا هدي فيه استراتيجيز مهمة جدا لو استعملتها في اي جانب من جوانب الحياة تقدر تكون انت المحرك الاساسي لحياتك، من غير ما اي حد يقدر يقف في طريقك وتعمل كل اللي انت عايزه من غير ما يكون في اي عقبات ان شاء الله. وتفاصيل الورشة بيزا تشينج ان شاء الله تفاصيلها هتكون كلها جاهزة، واللينك بتاعها جاهز على صفحة عندي قريب قوي ان شاء الله، وكمان هتكون على الكوميونتي عند ولاء، هتلاقوها تحت الفيديو. والورشة زي ما قلت ان هي فري وركشوب معمولة لأي حد نفسه يسيطر على حياته ويسيطر على الظروف، هو اللي يمشيها أكتر ما تكون هي الظروف اللي حواليه هي اللي بتمشيه. طب قوليلي الناس لو عايزة تتواصل معاكي بقى، مش بس عشان الورك شوب، بعدين اي حد عايز يتواصل معاكي عنده سؤال استفسار يتواصل معاكي ازاي؟ دايما تقدروا تتواصلوا معايا على الصفحة بتاعتي الغصن الأخضر على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت الفيديو. دايما تقدروا تبعتوا رسالة برايفت مسج على الصفحة وارد عليها بنفسي ان شاء الله. بالنسبة بقى للأسعار، يعني احنا دلوقتي عرفنا تكونتاكت يو ازاي، الأسعار بقى انتوا بعد ما اي حد بيتواصل معايا ان شاء الله بيكون لي فري ايفالويشن، بتكون جلسة اونلاين للتقييم، بعرف منها تفاصيل المشكلة او الحالة اللي هنشتغل معاها. واذا كنت في اي مكان في الدنيا بيكون التواصل سهل، لان كل السيشنز بتاعتي اونلاين، وهتلاقوا دايما الفري ايفالويشن بيبقى يعني في اسرع وقت من استقبالي لرسالتكم بنختار ميعاد، نحدد ميعاد على طول لجلسة التقييم. انا بشكرك قوي قوي ومبسوطه جدا جدا ان انت طلعتي معانا في الفيديو النهارده. شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني I can't wait for be the change. كده حلوين، بنكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا ولو حاجه بسيطه خالص، وان شاء الله تستفيدوا اكتر لما تحضروا الورك شوب بتاع كوتش يمنى. الورك شوب ببلاش، فحاولوا تستفيدوا من الفرصه دي، ولو حاسين ان في اي حد ممكن يستفيد او محتاج الورك شوب دي، من فضلكم شير معاه، لعل وعسى يعني تتغير حياته. هسيب لكم كل المعلومات بتاعتها في الديسكريبشن بوكس، وكمان عرفوني لو عجبتكم نوعية الفيديوهات دي ممكن نعمل منها تاني. بحبكم كتير كتير، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.